السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم ربي وبحمدك، سبحانك ربي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. أحبائي الكرام، مربي الأرانب في كل مكان داخل مصر وخارج مصر، يا رب دايما من نجاح لنجاح تبقوا في أفضل حال. دايما مشرفيني ومنوريني والله على قناة أخوكم محمد حسان. إن شاء الله يعني هكلمك في موضوع مهم جدا، موضوع الناس كلها يعني بيتهيأ لها ان مشروع الارنب ده مكن اوتوماتيك بيستورد ارنب من الخارج، هيحطه يطلع قماش على طول. الكلام ده طبعا مش سهل، الكلام ده غير الواقع اللي انت او الناس اللي انت بتبقى شايفه او كده. يعني انت الناس بتقول لك كلام، وما بتيجي تشتغل في المشروع نفسه بالواقعيه بتلاقي الدنيا غير كده وماهيش بالحلاوه اللي الناس وصفتها لك والكلام ده. فطبعا انا عايز اتكلم مع حضرتك، وعايز بس ايه يعني تستحملني شويه وتتفرج على الفيديو للاخر، لان الفيديو ده مهم جدا 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 للمبتدئ اللي جاي مقبل على مشروع الارانب وهيعمله، واللي عمل مشروع الارانب وعنده مشاكل كتير ومش عارف يحلها ازاي. انا معاك في الفيديو ده، ولو ما الفيديو المساحه ما كفتش ان شاء الله اعمل لك فيديو تاني. انت بتروح حضرتك تتفرج على اليوتيوب او بتتفرج على الناس، طبعا اليوتيوب يا جماعه او الناس اللي بتطلع على اليوتيوب او كده دايما بتلاقيه ناجح. انت بتتفرج عليه من خلال الموبايل، هو ناجح، انت شايف عنده ارانب، شايف المزرعه شغاله، شايف كل حاجه، فهو ناجح. انت دايما شايف النجاح، ان الناس دي ناجحه. ما دخلتش جوه المشروع، ما عرفتش ايه المشاكل اللي عنده، فطبعا بيطلع يقول لك الدنيا وردي والارانب زي الفل، وخد نتايتين وذكر مشروع لست البيت، خد 10 نتيان وهيعينوك على المعيشه جنب الشغل وبتاع ده. وده اللي بيقوله لك، وانت بتبقى مقبل وخلاص انا اروح اجيب معايا جمعيه 5000 10000 اروح اجيب بقى ارانب جنب شغلي، وبعدين تلاقي نفسك في الفلوس راحت منك وفي خبر كان وما حصلش حاجه ومفيش جنيه. فانا بنصح حضرتك في الفيديو ده بلاش تجري ورا الكلام. انت لازم لما تيجي تشتغل الاول تسال ناس مختصه، تركز قوي في المشروع، تعرف تبدا مع حد يعني يكون عنده ضمير، يعرف يشتغل معاك، يعرف يقول لك الحقيقه، يقول لك الوحش في المشروع قبل الكويس، يقول لك تعمل دراسه ازاي. طبعا انا قلت لحضراتكم قبل كده في الفيديوهات ان الدراسه على الورق المشروع كسبان، مفيش فيه كلام. يعني تعالى نجيب ورقه وقلم ونقعد نكتب مشروع الارانب، والام بتجيب كذا وببيع بكذا وبعمل بكذا، فالمشروع مصفي معايا كذا، ده كله على الورق زي الفل 100%. انما لسه ما اشتغلتش، لسه ما اعرفش الواقع ايه، فبلاش تجري ورا الكلام ده. اما تيجي تعمل مشروع ارانب علشان تنجح ركز معايا، علشان تنجح ركز معايا تاني. رقم واحد، انا خلاص هعمل مشروع ارانب، انا مقبل ان انا اعمل مشروع ارانب، يبقى رقم واحد بجهز المكان بتاعي ينفع للارانب. معلش اعزك الله، ما اروحش اجيب البطاريات والارانب واجري واقول ان هي تشتغل اوتوماتيك، واجي الشتاء يخش عليا ما عنديش جهاز ادفي بيه، يبقى انا هتلاقي مشاكل الدنيا طالما ما عنديش. الصيف يجي عليا ما عنديش خليه تبريد، طبعا المكان برضه مش هينفع، يبقى الارانب مش هتنفع. ما عنديش، رحت جبت بطاريات مستعمله ما مسكتهاش، حرقتها وغسلتها ودهنتها وروقتها واشتغلت على طول مثلا. كل دي اخطاء في المشروع. يبقى رقم واحد انا بجهز المكان، هشتغل في اوضه اجهزها كانها مزرعه، هشتغل في عنبر اجهزه المزرعه، هشتغل في اوضتين اجهزه، مش اي عرش، مش اي شباك، مش اي كلام واشتغل وبعد كده ارجع ازعل من المشروع، مش اي صرف اعمله وارجع ازعل من المشروع. يبقى انا رقم واحد بجهز المكان اللي هو المباني، الحيطان والسقف، المكان عندي، بعرف البحر بتاعه فين والقبل بتاعه فين علشان اعرف اشتغل، بعرف هو هيبقى حر العلاج ايه، بجهز المكان الاول. بعمل الشباك بتاعي زي شباك المزرعه بالظبط عشان اعرف. شوفوا شباك المزرعه معمول ازاي، حضرتك تعمل شباك الاوضه اللي عندك زي شباك المزرعه علشان تعرف تشتغل وتعرف تتحكم في التهويه، تعرف تتحكم. ما تجيش بقى حد مثلا بيشتغل في وسط جيران والهواء عنده هنا ما بيجيلوش هواء وهنا فاتح على مسقط والكلام ده ويقول المشروع هينجح. لازم يبقى المكان له مميزات، البحر بتاعه كويس، القبل بتاعه كويس، تعرف يبقى فيه تهويه ويبقى فيه شفاط يشيل. اركز اول، اجهز المكان اول يا جماعه، اجهز المكان اللي هو المبنى اللي هو الحيطان والسقف والارضيه، اظبطهم، يبقى مكان نظيف،
مكان الارنب دايما يبقى زي المكان اللي انت عايش فيه، يبقى لازم اعمل الحاجات اللي تبقى نظيفه، اللي انا هعرف اللي ما يبقاش في ريحه. تمام؟ ده رقم واحد، يبقى انا بجهز المكان. طب رقم اتنين، المكان بقى اجيب شفاط احطه في القبلي واعمل الشباك البحري زي شباك المزرعه بالظبط، عشان بعد كده اما نيجي نتكلم في تهويه يبقى انت قادر تتحكم فيها وعارف بتعمل ايه والدنيا تمشي معاك ازاي. وتجيب ترمومتر تحطه في المكان، تعرف درجات الحراره بتعلى امتى، توطى امتى، المكان ده فيه رطوبه ولا ما فيش رطوبه. تركز معايا في الحاجات دي، الله يصلح حالك، عشان المشروع يبدا ينجح معاك ان شاء الله، ولما تشتغل تبقى مرتاح. طيب رقم اتنين، بشوف المكان بتاعي ينفع بطاريات نص هرمي، ينفع بطاريه هرمي، المكان يبقى فيه مساحه ازاي، يبقى فيه تهويه ازاي، يبقى فيه هواء حوالين الارنب ازاي، بالطريقه ايه، انصب المكان ازاي، اشتغل ازاي. ما باخدش البطاريات، ما اروحش لمحمد حسان يقوم محمل لي البطاريات والارانب واروح انصبها، عارف ان القفص ده بيركب في الحامل ده اركبه وخلاص واشتغل. لا، مش هينفع كده، لازم اعرف المكان ده يتنظم معايا ازاي، يبقى داخله التهويه ازاي، ما ازحموش، قوته قد ايه. ما هم لو الشيء خد زياده عن حده برضه هتلاقي مشاكل. يعني ما يبقاش المكان مثلا يا دوب ياخد 10 ارانب وانا اروح احط لي 20 ارنب، الكلام ده كله غلط. اعرف المساحات ازاي والدنيا ازاي الاول، وهنصب بطارياتي في الاتجاه اهو، واشتغل ازاي. الكلام ده كله علق لي على الفيديوهات، اتكلم معانا هقول لك تنصب ازاي، وصف لي مكانك مفيش فيها اي مشكله. تمام؟ طيب يبقى انا كده ركزت ان انا هاخد البطاريات لها نصبه معينه عشان التهويه والدنيا اشتغل ازاي، ما اخدش وخلاص واحط عندي. طيب اما اجي اركب المشمع بتاع البطاريات ليه طريقه معينه، ما اركبش مشمع والاقي واحد عامل لي المشمع كده 7 يرمي في النص، والاقي واحد تاني عامل لي المشمع مش عارف ايه يرمي في الطرف، والاقي واحد تاني نصيب لي وخارم لي المشمع وبيعمل لي وحاطط لي قطعه جيركن تحت المشمع ويرمي فيه. كل الكلام ده مش هينجحك. انت لازم تعمل الصرف حاجه كويسه جدا. عايزك اما تخش تغسل البطاريات والمشمع بتاعك في 10 دقايق تخلص، تغسل تنضف، تعرف ترتاح، انما انت في ناس كتير جدا تبقى طالعه تكنس مزرعتها من الاماكن اللي بكلمك عليها، شايل الهم، ما هوش عارف هيكنس ازاي، ما هوش عارف ينظف المشمع ابدا. برضو دي ليها طريقه لازم اعرفها، وانصب المشمع بتاعي صح واشتغل صح، واعرف انا احط طبق ولا احط جيركن، اعمل شغل كويس عشان لما اطلع اكنس المزرعه بتاعتي اكنسها بسرعه والامور تبقى كويس. يبقى انا كده ركبت البطاريات تمام، ركبت المشمع صح، ركبت شفاط في القبلي، عملت الشباك تهويته تمام بتاع البحري، عملته زي شباك المزرعه. يبقى انا اقدر اتحكم في الدنيا، اعرف اشتغل، اعرف يبقى مركز مع الارنب. انما انا عامل صرف وحش وعامل تهويه وحشه وعندي المكان سيء، وانا هشتغل الارنب ده هيجيب لي ازاي، هينتج ازاي؟ لا يمكن. يبقى رقم 2 تعرف البطاريات هتتنصب عند حضرتك ازاي، المشمع هيتنصب ازاي، طريقه الصرف السهله ازاي. بعد كده انا جهزت مكاني، حطيت الترمومتر، عملت الشفاط، الامور عندي كويسه، الاوضه اللي انا مربي فيها لها سك وقفل كويس، اعرف اقفل على الارانب دي واعرف افتح حاجه كويسه، مش اي اعزك الله. يعني انا مع احترامي لكل الناس، ما حدش بيربي مواشي مثلا وعنده في الدوار حته فاضيه يجيب بطاريتين ويرمي ارانب فيهم، لا مش هينفع الكلام ده، مش هينفع ابدا. فلازم تنظف، ما يبقاش عنده اوضه سقفها تعبان جدا فوق واروح احط، ما يبقاش عندي صاج ومعزلوش واروح احط ارانب، ما يبقاش عندي شبابيك زي شباك الشقه اما اجي افتحه يديني تهويه جامده قوي ويبوظ لي الدنيا. كل الكلام ده يا جماعه لازم نخلي بالنا منه واحنا بنبدا مشروع الارانب. كده انا جبت البطاريات، ظبطت المكان وجبت البطاريات ونصبتها، مش هشتري ارانب، ما اروحش ابدا ابدا وانا لسه ببدا مشروع جديد ابدا اروح اجيب ارانب وبطاريات، ابقى انا غلطان والله، يبقى انا كده ببهدل الدنيا. انا اروح اجيب بطاريات ومشمعات وانصب بطارياتي ومشمعاتي وخلاص الامور بقت كويسه معايا. اعرف انا هطهر في المشروع بايه، مطهرات اسمها ايه، اجيب المطهرات الاول، اجيب البخاخه الاول، اجيب العده اللي انا هعرف اشتغل بها. اذا كنت هجيب هيتر تدفئه، اذا كنت هجيب شعله تدفئه، اذا كنت اجيب الحاجه دي الاول قبل الارانب، اجيب الحاجات اللي هتلزم المشروع قبل ما اجيب الارنب. ما انا ما اجيبش الارنب واحطه وعم اعمل الحاجات دي، يكون الارنب عدم مني ومش عارف ينتج واقول المشروع فاشل. انا مش عايز اطول على حضراتكم، بس انا عايز يعني اشرح لك المشروع واحده واحده في عجاله كده، لان ناس كتير بتشتكي تقول انا والله بيكلمني حد من الناس يعني ربنا يوسع عليه، بيقول لي والله انا فكرت اطلع اجيب الارانب وارميها في الشارع،
ارميها وخلاص. ما انا جبتها. واما اروح اجيب ارانب من عند حد انا كده يعني، مش عايز اطول على حضرتك برضو يعني. انا خلينا ماشيين خطوه خطوه، خلينا ماشيين في الفيديو ده. اتفاعل معايا، كلمني، علق لي، وانا هديك الخطوات التانية ان شاء الله بفضل ربنا. اولا زي ما قلت لحضرتك، المكان رقم 1، البطاريات والمشمعات رقم 2، البخاخه اللي هرش بيها، الحاجه اللي هدفي بيها، العده دي، ده رقم 3. اجهز المطهرات، اجهز انا هطهر البطاريه بايه، بالانبوبه والبشمور، اكون مجهزهم الاول قبل الارانب. انا هطهر بالبخاخه والديازنون، اكون مجهزه الاول قبل الارانب. اجهز المزرعه كلها من غير الارنب الاول. هكمل لحضرتك في الفيديو الجاي. تحياتي للجميع، يا رب دايما من نجاح لنجاح تبقوا افضل حال. هستنى تعليقات حضراتكم، ولو ما انتش مشترك معايا في القناه واول مره تشوفني يعني ابقى سعيد جدا بالمشاركه بتاع حضرتك. تحياتي للجميع، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.